السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير. شوية عدس على شوية رز بس هيدينا العظمة دي. هوريكم اطعم طريقة للكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر بطريقة سهلة جدا، والرز مفلفل وطعمه تحفة. ولو اول مرة تشوفوني انا هاجر، ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج كوباية رز مغسول ومتصفي، نص كوباية من العدس الأصفر برضو مغسول ومتصفي، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، مكعب زبدة وشوية من الزيت. دي كل المقادير اللي هنحتاجها، مش أكتر من كده. في حلة على النار هننزل بمكعب الزبدة ونقلبه كويس لحد ما يبدأ يسيح معانا. هننزل بشوية زيت صغيرين على الزبدة علشان ما تتحرقش. زي ما انتوا عارفين اي حاجة بنستخدم فيها زبدة لازم نزود لها شوية زيت صغيرين. خلوا النار هادية وانتوا شغالين علشان الزبدة تكون مظبوطة معاكم وما تتحرقش. اول ما الزبدة تسيح هنزل بكوباية الرز وابدأ اقلبها كويس جدا مع الزبدة. الخطوة دي مهمة ان انتوا تدوا تشويحة الاول كده للرز مع الزبدة، بتفرق جدا في الطعم. بعد كده هنبدأ ننزل بنص كوباية العدس الأصفر على الرز ونبدأ نشوحهم الاتنين مع بعض من دقيقتين ل3 دقايق، ونقلبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما الاتنين يختلطوا ببعض ويبقى كأنهم حاجة واحدة. بعد كده هننزل بالملح والكمون، مش بنضيف اي بهارات تانية، الكمون بس بيبقى كافي ان هو يدي الوصفة دي طعم حلو جدا جدا. فعلا بيخلي الكشري الاسكندراني في حتة تانية. هنقلبهم تاني تقليبة كده بسيطة مع بعض، وبعد كده هنبدأ ننزل عليهم بمعيار المية. معيار المية ده بقى هو اللي بيظبط الوصفة ان هو يطلع معاكم مفلفل وما يعجنش. كوباية رز ونص كوباية عدس بننزل عليهم بكوباية وربع من المية. ما تكتروش المية لان العدس الاصفر بينزل شوية من المية، فلو زودته هيعجن معاكم ومش هيطلع مظبوط. هنغطيه ونسيبه لحد ما يشرب المية بالشكل ده كده، وبعد كده هنقله على الشعلة الصغيرة على نار هادية خالص وتحت منه الشياطة علشان يكمل سوا. بياخد وقت من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير، مش اكتر من كده. بعد 10 دقايق فتحت ابص عليه واديله تقليبة كده وهسيبه تاني يكمل سوا. شايفين بس الاول هو مفلفل وحلو ازاي؟ بجد كمان ريحته حلوة جدا جدا. نسيبه بقى كمان 10 دقايق وبعدين نشوف الجمال. شايفين بقى الجمال؟ مفيش اسهل من الكشري الاسكندراني، في اقل من 10 دقايق بيكون جاهز معاكم، وبجد طعمه حلو جدا جدا. حاولوا تعملوه بنفس الطريقة وهتلاقوا طعمه مميز وتحفة عن اي طريقة جربتوها قبل كده. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس، وكمان تعملوا لايك وشير، والأهم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.